السلام عليكم. يوم الجمعة 3 فبراير 2022 اتنين اصحاب راحوا لأجنس عربيات واشتروا عربيات جديدة لانج. اشتروا عربيات ماركة سكودا. الاتنين اشتروا عربيتين جداد لانج. العربيتين دول وخدها على البيت عنده. الاولاني طلع مكار، قال لك ايه؟ اسيب العربيه بتاعتي جديده، اسيبها من غير ما تتلحس، من غير ما يحصل فيها اي حاجه، بس عمل غلطه حياته. الاثنين حطوا زيت للعربيه وحطوا بنزين. الاولاني كان مكار خالص، قال ايه؟ قال انا اسيب العربيه بتاعتي مركونه وهعمل مشاويري واقضي دنيتي بعربيه صاحبي. عمل ايه؟ رايح مشوار يركب عربيه صاحبه، جاي من المشوار يركب عربيه صاحبه، وسايب العربيه بتاعته قال ايه؟ جديده. من بره طبعا العربيه بشوكها مفيش اي حاجه، لكن ما خدش باله من المطب بتاعه. يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم عربيه صاحبه شغاله، الموتور شغال، الشحن شغال، والعربيه بصحتها، لكن عربيته ابتدى الزيت ياكل في الموتور ويزنق، ابتدى البنزين يضر بالعربيه من جوه. لكن كل فتره كان يعمل ايه؟ مجرد يقعد جوه العربيه ويبص في المرايات، ما بيعملش اكتر من كده، وفرحان العربيه من بره جديده لانج. شويه بشويه وبمرور الوقت اتفاجئ ان العربيه بتاعته باظت من جوه تماما وما عادتش تنفع عربيه، بقت من بره بس منظر جميل، لكن من جوه العربيه خربانه. نفس القصه بتحصل معاك لو انت حاولت تغش. ايه اللي بيحصل؟ بتسيب دماغك وبتشتغل بدماغ صاحبك. فايه اللي بيحصل؟ دماغك بتركن وبتبوظ. وكل اللي انت بتعمله ان انت بتستخدم المرايات، ان انت تبص بالمرايات، بتبص بعينيك بس على كراسه صاحبك وبتنقل منها الاجابات. انت كده ما عملتش اي حاجه غير انك استخدمت المرايات بتاعت عربيتك بس، لكن عربيتك ما زالت مركونه والعربيه بتاعتك باظت من جوه. يوم ورا يوم ورا يوم هتلاقي نفسك ذكائك بيقل. صاحبك عربيته شغاله، دماغه شغاله، موتوره شغال، ذكائه بيزيد، وانت عربيتك بتبوظ تماما. انت كده بتضر نفسك. رجاء توقف عن الغش. عقلك امانه، ما تضيعش عقلك وتركن موتورك وتركب عربيه صاحبك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.